تخيل معايا كده إنك شايف نجم كبير على الشاشة، وفجأة تعرف إن الراجل ده قبل ما يبقى كده كان بيواجه رصاص حقيقي في معركة حربية، أو كان بيصلح كاوتش عربيات في ورشة صغيرة، أو كان عمره كله كان سري للغاية لأنه كان ضابط مخابرات. الخمس نجوم اللي هنتكلم عنهم النهاردة ما عندهمش حاجة واحدة مشتركة غير حاجة واحدة بس، إن كل واحد فيهم كان عايش حياة كاملة قبل ما الصدفة أو القدر يحولوا حياته لواحد من أشهر وجوه السينما المصرية. وأقوى حاجة في قصتنا النهاردة إن واحد منهم لسه لحد دلوقتي بيشتغل في مهنته الأصلية حتى بعد ما بقى وشه معروف لكل بيت مصري. بس عشان نعرف الحكاية كاملة لازم نرجع بالزمن لورا شوية. اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع للحظة اللي كل واحد فيهم قرر يغير مصيره بالكامل. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ. في يناير 1952 ما كانش صلاح ذو الفقار لسه بيقف قدام الكاميرا، كان بيقف في اسم شرطة، وكان متحاصر ب7000 جندي إنجليزي بالدبابات والمدافع. الرصاص كان حقيقي والموت كان حقيقي، وهو كان لسه في العشرينات من عمره. صلاح دخل كلية الطب في اسكندرية عشان يرضي والده اللي كان عايزه يكون دكتور زي جده، بس هو حول أوراقه كلها لكلية البوليس وتخرج فيها سنة 1946، وكان متفوق علميا ورياضيا. اتعين ضابط في مديرية أمن المنوفية، وبعدين اتنقل لمصلحة السجون، وبعدها بقى مدرس في كلية الشرطة سنة 1949. بس في يوم 25 يناير 1952 القائد البريطاني في منطقة القناة طلب من قوات الشرطة المصرية في الإسماعيلية تسليم أسلحتها والانسحاب. وزير الداخلية وقتها كان فؤاد سراج رفض الإنذار وطلب من رجالة الشرطة إن هم يفضلوا صامدين، ورجالة الشرطة فعلا صمدوا، بس للأسف كانت ببنادق قديمة من طراز لي أنفيلد قدام أحدث الأسلحة البريطانية. المعركة كانت قوية جدا لدرجة إن كان في 56 شهيد و80 جريح من رجال الشرطة المصرية. صلاح ذو الفقار كان واحد من أبطال المعركة دي، وحصل على نوط الواجب من الدرجة الأولى تقديرا لدوره. وفي العدوان الثلاثي 1956 قاد بنفسه 19 من طلابه في أكاديمية الشرطة كمتطوعين كوماندوس ضد الهجوم الثلاثي. والغريب في القصة دي إنه بدأ يمثل وهو لسه طالب في كلية الشرطة، وكان أول فيلم ليه عيون سهرانة من إخراج أخوه عز الدين ذو الفقار. يعني كان بيصور قدام الكاميرا ويرجع تاني لواجبه العسكري في نفس الوقت. الانطلاقة الحقيقية كانت في فيلم رد قلبي سنة 1957 اللي حقق نجاح ضخم جدا، وبعده قرر صلاح يستقيل نهائي من البوليس ويتفرغ للفن. من أهم أعماله رد قلبي، عيون سهرانة، دعاء الكروان، الليلة الأخيرة، أميرة حبي أنا، والأيدي الناعمة، وغيرهم كتير. صلاح ذو الفقار ساب المهنة اللي كان فيها بطل حقيقي، بس الشخصية اللي جاية كانت قصته أغرب بكتير، لأنه ساب مهنة كان زميل فيها لرئيسين بعد كده هيحكموا مصر بعد كام سنة. في سنة 1938 شاب بيتخرج من الكلية الحربية المصرية في نفس الدفعة اللي كان فيها جمال عبد الناصر وأنور السادات. محدش كان يتخيل إن الضابط ده هيبقى بعد سنين نجم سينما واسمه فارس السينما المصرية. أحمد مظهر بدأ مسيرته في سلاح المشاة وبعدين اتنقل لسلاح الفرسان، واشترك في الفريق المصري للفروسية. شارك في حرب فلسطين سنة 1948، وبعد ثورة يوليو 1952 اتولى قيادة مدرسة الفروسية نفسها. بدأ علاقته بالفن سنة 1948 لما زكي طليمات قدمه في مسرحية الوطن، وبعدين اختاروا المخرج إبراهيم عز الدين لدور في فيلم ظهور الإسلام سنة 1951. اللحظة الفاصلة في حياته لما الأديب يوسف السباعي اللي كان ضابط جيش بالمناسبة رشح أحمد مظهر لبطولة فيلم رد قلبي سنة 1957، بس القوات المسلحة وقتها رفضت تصرح ليه بإن هو يمثل.
هنا بقى حصلت اللحظة اللي ممكن إحنا ننفرد بيها في الحلقة دي. أحمد مظهر راح لصديقه جمال عبد الناصر يطلب منه حل، وعبد الناصر وقتها أقنعه إنه يتفرغ للتمثيل تماما، وقال إنه يقدر يخدم بلده كفنان زي ما كان بيخدمها كضابط. أحمد مظهر قرر يتقاعد برتبة عقيد سنة 1956، وقال بعدها بابتسامة: رحت لناصر أطلب منه تصريح فأقنعني إن أنا أمشي خالص. اشتغل بعدها سكرتير عام بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب لحد ما اتفرغ تماما للسينما سنة 1958. ومن أهم أعماله رد قلبي، وإسلاماه، الناصر صلاح الدين، دعاء القروان، وأميرة حبي أنا، والأيدي الناعمة. لو صلاح ذو الفقار وأحمد مظهر كانت قصصهم معروفة نسبيا، الشخصية اللي جاية دي كانت حياتها كلها مبنية على حاجة واحدة: إخفاء المعلومات. فإزاي حد اتدرب طول حياته على الكتمان يقرر يقف قدام أكتر حاجة بتكشف الكل؟ الكاميرا. مش كل نجم بيحب يتكلم عن ماضيه، وإيهاب نافع كان من أكتر الناس اللي حياته المهنية الأولى كانت مبنية بالكامل على السرية، لأنه كان ضابط مخابرات. قبل ما يدخل الفن كان إيهاب نافع بيشتغل في المخابرات المصرية، وهي طبيعة عمله دي بتفرض عليه حياة سرية بالكامل، بعيد تماما عن أضواء أو أي ظهور إعلامي. بعد كده قرر يدخل عالم مختلف تماما، وهو التمثيل، وجوازه من الفنانة الكبيرة ماجدة هو اللي خلاه في قلب الوسط الفني. ولكن للأسف التفاصيل الدقيقة عن طبيعة عمله ومدته في المخابرات كانت سرية تماما. بس في النهاية إيهاب نافع اشتهر في عديد من الأدوار، وكان بيطلع في أفلام كتير قوي في الوقت ده، اللي احنا كنا نعرفه عنه إن هو كان ممثل، لكن عمرنا ما كنا نتخيل إن هو ضابط مخابرات. التلاتة اللي فاتوا كانوا من زمن الفن الجميل، بس دلوقتي هنرجع نركب آلة الزمن تاني عشان نروح لزمن قريب شوية، لشخصية لسه بتشتغل في مهنتها القديمة لحد النهاردة، حتى وهو نجم معروف في كل بيت مصري. في صورة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لراجل ضخم البنيان واقف جوه ورشة كاوتش. الناس اتصدمت لما عرفت إن حسين أبو الحجاج من أبطال مسلسل الكبير قوي وفيلم الناظر، وإنه لسه بيشتغل لحد دلوقتي في نفس الورشة. حسين أبو الحجاج كان قبل ما يدخل عالم الفن كان سائق لنقل تقيل اللي هي التريلا، وبعدين فتح ورشة كاوتش لتصليح الإطارات في المنيا سنة 1986، يعني قبل دخوله الفن ب20 سنة كاملة. الفنان هاني رمزي هو اللي اكتشفه بسبب بنيانه الضخم، وقدمه في أدوار خلت وشه معروف لكل بيت مصري، زي شخصية لؤي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأشرف في مسلسل الكبير قوي، وميخا في فيلم الناظر. المفاجأة الحقيقية إن رغم النجومية اللي هو كان فيها فضل شغال في ورشته الأصلية، ولما توقف العمل الفني في فترة كورونا رجع بشكل طبيعي جدا لمهنته الأصلية في تصليح الكاوتش، من غير ما يحس إنه محتاج يختفي أو يخفي الموضوع أو حتى يخجل منه. من أهم أعماله الناظر، الكبير قوي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، وغيرهم أدوار تانية كتير. لو حسين أبو حجاج فضل قريب من شغله الأصلي، الشخصية الأخيرة النهاردة كانت بتلعب أدوار الشر والخارجين عن القانون على الشاشة. بس في الحقيقة هو كان رجل أعمال محترم جدا. من سنة 1967 الناس اتعودت تشوف سيد صادق بيلعب أدوار الشر أو رجل الأعمال الخارج عن القانون، بس في الحقيقة إن سيد صادق كان فعلا رجل أعمال، بس كان عكس اللي بيظهر على الشاشة تماما، وشغال من سنة 1967. سيد صادق كان عنده محل تجارة قطع غيار واستيراد من سنة 1967، وده قبل ما يبدأ مشواره الفني بشكل جدي. المفاجأة إنه استمر شغال في تجارته دي بالتوازي مع مشواره الفني اللي استمر لأكتر من 50 سنة، وقدم فيها 257 عمل فني. اشتغل مع نجوم كبار جدا زي عادل إمام في حسن ومرقص وفرقة ناجي عطا الله، وكان دايما موجود في أدوار الشر،
ولما قلت العروض الفنية في السنين الأخيرة رجع لتجارته زي ما هي من غير أي حرج، وقال إن التمثيل عنده ما كانش من أجل المال ولكن حبا في الفن. سيد صادق توفى في أغسطس 2025 عن عمر 80 سنة بعد مسيرة فنية وتجارية استمرت أكتر من نص قرن جنب بعض بالتوازي. من أهم أعماله حسن ومرقص، فرقة ناجي عطا الله، الإمبراطور، وفوزية البرجوازية، وأستاذ ورئيس قسم، وغيرهم أعمال كتير. 5 حكايات مختلفة: ضابط شرطة، حارب فعلا، عقيد في الجيش، طلب تسريحه من رئيس الجمهورية، ضابط مخابرات، كان في عالم سري لعالم الأضواء، ميكانيكي كان بيصلح كاوتش، وتاجر فضل في تجارته لآخر يوم في حياته. كل واحد فيهم كان ممكن يعيش حياة عادية تماما، ولولا لحظة واحدة غيرت كل حاجة. وده يخلينا نسأل سؤال: كل واحد من نجوم السينما المصرية اللي احنا شايفينهم دلوقتي، هل عندهم قصة تانية احنا لسه ما اكتشفناهاش؟ وده ممكن نعرفه في الحلقات اللي جاية. لو عجبك المحتوى ده قول لنا في التعليقات، وممكن نكمل السلسلة ونعمل فيها حلقات تانية. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واستنونا في الرحلة اللي جاية، هناخدكم لحكاية مختلفة تماما. سلام.